بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. إذا بعد أن قدمت في حلقة سابقة 3 برامج لتحويل الكمبيوتر أو اللابتوب إلى جهاز راوتر لتوزيع الوايرلس أو لتوزيع الإنترنت، طلب مني بعض متابعي ومحبي موقع مشروح أن أقدم حلقة في هذا الموضوع، واستجابة مني لهذا الطلب تأتي هذه الحلقة التي نرى من خلالها كيف يمكننا تحويل جهاز الكمبيوتر إلى جهاز راوتر أو إلى موزع للإنترنت، وبالتالي إنشاء النقطة لمشاركة الإنترنت مع باقي الأجهزة المتواجدة في منزلك، مثلا هاتف ذكي أو تابلت أو شيء من هذا القبيل، أي شيء يمكنه الاتصال بالواي فاي. وطريقتنا لفعل ذلك في هذه الحلقة سوف تكون يدوية فقط من خلال موجه الأوامر. إذا نذهب إلى خانة البحث في نسخ الويندوز مثل ويندوز 7 وفيستا، فقط هنا في خانة البحث تكتب CMD كما تلاحظون CMD، ثم نقف عليها، نضغط على زر الفأر الأيمن، ثم بعد ذلك نختار Run as Administrator. هذا إن كان نظامك بالإنجليزية، أما إن كان بالفرنسية فتجد Exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur، نضغط عليها لفتح CMD بصلاحية الأدمن. أما مستخدمو الويندوز 8 والويندوز 8.1 فيمكنهم فتحه بالذهاب إلى قائمة الإعدادات الجانبية أو تشارم بار، ثم في خانة البحث هنا نكتب CMD، ثم سنجد عندنا هذا الخيار Command Prompt، نضغط على زر الفأر الأيمن، ثم نختار Run as Administrator أو Exécuter en tant qu'administrateur إن كان نظامك مرة أخرى بالفرنسية، ثم بعد ذلك نكتب netsh space wlane space. الآن نقوم بإنشاء أو بإعطاء الأمر لإنشاء الشبكة، ثم نكتب الأمر set ثم space ثم hosted network كما تلاحظون. بعد ذلك أيضا نضغط على space ثم نعطيه صلاحية الاشتغال، نكتب mode ثم equal أو تساوي، ثم نعطيه الإذن allow أو سماح، ثم بعد ذلك space. ندخل الآن الاسم الذي نشاء بكتابة SSID، ثم equal نسمي الشبكة بالاسم الذي نشاء، وليكن مثلا اسم قناة مشروح الأولى Dofedon 11. نقوم الآن بتعيين كلمة سر للشبكة، نكتب K ثم equal، ثم نقوم بإدخال كلمة السر التي نشاء، ولتكن مثلا مشروح 1 2 3 4 5. يجب على الأقل أن تكون كلمة السر مكونة من 8 أرقام أو من 8 عناصر بين الأرقام والحروف، ثم بعد ذلك فقط نضغط على Enter أو Entry، وتم إنشاء النقطة بالفعل كما تلاحظون. The hosted network mode has been set to allow. بعد ذلك سوف نكتب أمر تشغيل الشبكة مرة أخرى، الأمر netsh ثم space ثم wlane الشبكة بطبيعة الحال، ثم نعطيه الأمر تشغيل start ثم hosted network، ثم نضغط على Enter أو Entry، وتم بالفعل تشغيلها كما تلاحظون. The hosted network started. وبالتالي فجميع الأجهزة الأخرى المتواجدة في المنزل أو في مدار الشبكة سوف تتمكن من التقاط الشبكة التي قمنا بإنشائها الآن أو نقطة توزيع الوايرلس. أذهب مثلا إلى هاتفي لنرى هل يمكننا الولوج إلى الإنترنت باستخدام هذه الشبكة التي قمنا بإنشائها الآن. إذا أذهب إلى Settings لتشغيل الواي فاي أو الويفي، ثم كما تلاحظون تجدون عندي هنا اسم الشبكة الجديدة التي قمنا بإنشائها Dofedon 11 كما تلاحظون. نضغط عليها لنقوم بالاتصال بالإنترنت من خلالها، ثم يطلب منا إدخال الباسورد الذي عيناه بطبيعة الحال وهو مشروح. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ثم نضغط على Done، ثم نضغط على Connect،
وكما تلاحظون تم الاتصال بالإنترنت من خلال الشبكة التي قمنا بإنشائها. كما تلاحظون connected to the FIDON 11. أما لإيقاف تشغيل الشبكة ففقط نعود إلى CMD، وهذه المرة نكتب net space wlane، ثم نعطي أمر الوقف stop hosted network، ثم نضغط على Enter. كما تلاحظون the hosted network stopped. ولو عدت الآن إلى الهاتف وحاولت الاتصال بالإنترنت، كما تلاحظون أضغط على Turn on Wi-Fi، يعطيني الاسم، اسم الشبكة، لكن بالضغط عليها لا يمكنني أن أقوم بالاتصال بالإنترنت من خلالها لأن الشبكة متوقفة كما تلاحظون. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح، كما لا تنسى مشاركة الحلقة وإبداء إعجابك بها والاشتراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتبقى على اطلاع بجديد القناتين. هذا وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك، تويتر وجوجل بلس، كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب. وإلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.